انجر الباب الاجل. ولد حسين. شبه ولو النوم اللي قد الساعة 11 مشكلة انه ضيع راسه صغير وينام كثير. يجي ايوه صباح الخير. صباح النور يا آدمي يا آدمي احنا قل لا إله إلا الله. احنا أمس ايش اتفقنا؟ الساعة 9 الحين الساعة 11. طيب خلها يا اخي للساعة 4 يا اخي. يا أخي كلها لمصلحتك يا أخي رزقك. أبو محمد ايش الطريقة ذا الحين ناخذ معنا ولا نلقى؟ يا حسين يا هطف راح عليك إعلان. خلك اسحب عليه توكل على الله. اسحب عليه. ايش فيه؟ صلوا على النبي يا اخي. ايش فيه؟ حرام عليك يا أخي. أنا قاعد أتعب وقاعد أنسق وقاعد أهتم لك كلها عشان مصلحتك يا اخي اقسم بالله انك احلى واحد يهتم في مصلحتنا. يا أخي. لو أبغى رحت أنا وعبد الرحمن ونسحب عليك. لا في ذمتي انك ما تسويها يا اخي. انا احب الشخص اللي يهتم في مصلحتي. انا احب الشخص اللي يجيب الاعلانات. احب الشخص والله اللي يجيب الدعم. يا اخي انت بالنسبه لي انا بتكلم عن لسانك عبد الرحمن. اقول خذ راحتك يا اخوي شوف شويل بالنسبه لنا صار زي الاب وعياله. الاب يشتغل ويتعب والله العظيم ويسهر وما ادري ايش. احنا مطنشين اهم شيء نطلع مع مجموعتنا اللي نحبها وننبسط وما ادري ايش. والرجاجيل يفلحون ويروحون اللي يتوظف واللي يعين خير. ما فيه الا اخر شيء مرجعك للاب. والله الحين أنت من جدك في ذمتي يا ستي. ولا طقطق. اقسم بالله اني اقولها قدام الناس وقدام الملأ انك تعب ما يعرفه ولا يعلمه الا ربي سبحانه. يعني مقدر هذا الشعور. والله العظيم انك طيب ليش قدرت الشعور هذا يوم عرفت ان فيه زلط؟ يا اخوي تبصد. اي اول ما قدرت تقول ما ابغى مصلحتي قفلت الباب. يا اخوي انت والله العظيم انك طيب ليش قدرت الشعور هذا يوم عرفت ان فيه زلط؟ يا اخوي تبصد. اي اول ما قدرت تقول ما ابغى مصلحتي قفلت الباب. يا اخوي انت مصلحتي. انت اللي تهتم في انا ترى مخي مغلق ترى. بس انت اللي يمين يسار تمشيني سيده عرفت. يا اخي شكرا للاشخاص اللي مثلك. يلا الحين في السياره ننتظرك ما بسرعه. عاد ابغى البس ما ابغى اروح حافي توكلنا على الله جايكم. الله يستر الحين لا يلطعنا. لا ما به العافيه توسع خاطرك وذا اليوم بدري ونحمد الله ونشكره. هي بما يخلص حسين بعينك طعمه انت تعطينا طعمه صقر. هذا شيء الا كان الجود الماضي. بيض الله وجهك. واحد لك واحد لحسين والله ما عيت الباقي كان الطب. لا والله انك كفو. انا اقول اليوم اعطيك هذا وصاحي من الصباح. اقول يا ولد إيه؟ والله ما دروني سارات. يا رجال الله يعيني عليكم وكرم. الله يجعلها بالعافيه يا حسين. ترى هذا فطور حسين يكفيه 6 ساعات قدام. قصدي ها ورب الكعبه هنا البس. ايه يا اخي تذكرت كذا وقعدت افكر في كلامك. يا اخي ليه احنا يطيعون اللي يهتم فينا واللي يبغى مصلحتنا واللي يحبنا واللي يطيع ويغلينا. ما حتى الشوكه ما يبغى الشوكه تدقك ما نبغاه. والله انك صادق. يا اخي ننظر منه الروح ما نبغاه وما ادري ونبغى نغير ونروح الناس يرضع فيك رذع. والله ما يحبك ولا يبغى مصلحتك. حتى يمكن ياكل من عافيتك ياكل. تروح انت بعد يمكن 2 3 5 10 سنوات تدور ذا المسكين اللي يبغى مصلحتك وتجي عنده وتبغى مصلحة وضاعت المصلحة. انت ضاعت وخويك ضاع والله العظيم. واللي يرضع فيه عايش ملعون خير ذاك. عايش ذاك ملعون خير ما ادري كيف يا اخي تستوي مع الدنيا. لا اله الا الله. الدال على الخير كفاعله. اليوم يا اخوان انا واخوي حسين واخوي عبد الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى نحن ما ندلكم الا على شيء فيه اجور عظيمه لكم وتنفعكم باذن الله في الدنيا وفي الاخره. راح نتكلم اليوم عن ايش؟ عن جمعيه كافل لرعايه الايتام في محافظه القنفذه. مع السلامه. كم يتيم ويتيمه عبد الرحمن؟ 229 يتيم ويتيمه. تستطيع انك تساهم في هذه الجمعيه. تبغى شهري تبغى سنوي. نعم تستطيع. الشهري بكم؟ ب 400 ريال. والسنوي؟ ب 4800. ب 4800. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. أسأل الله في هذه الساعة أن ينفع بي وبكم.
اللهم آمين. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. اللهم فلا تدري يا أخوي، قد تنفعك في دنياك وفي آخرتك. وسبحان الله، ترى كفالة اليتيم شيء عظيم، ويا سمعنا من قصص عظيمة ناس تغيرت أحوالهم في الدنيا، فكيف بالجنة تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في أعظم من هذا الشيء. فأسأل الله أن الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا